اكتر حاجه في الفتره دي احنا بنسعى ليها هي ان احنا يكون عندنا حريه ماليه. طيب الحريه الماليه دي ما بتجيش بالسهل، بتيجي ازاي؟ تزود دخلك، تقلل شويه من مصاريفك، وفي نفس الوقت انك تحوش. طيب التحويش ده حاجه مهمه. طب ازاي احنا نحوش في الفتره دي؟ ما ينفعش طريقه التحويش اللي احنا كنا بنستخدمها زمان نستخدمها دلوقتي. هتقول لي ليه؟ هقول لك لان دلوقتي انت عندك الحاجه بتغلى، بدل المره او مرتين في الشهر بقت بتغلى بالثلاث واربع مرات، وبالذات ان قيمه الفلوس كمان ما بقتش زي الاول. وعشان كده انا عملت لك الفيديو ده. هنتكلم كده عن شوية طرق ينفع اللي احنا نحوش بيها فلوسنا وفي نفس الوقت نزودها ونوصل للحرية المالية. فتعالى كده نعدي الانترو بتاعنا ونكمل كلامنا. بص يا سيدي، انت فاهم اصلا فكره التحويش دي غلط من الاساس، لان دلوقتي ما ينفعش تيجي تقول لي ايه انا هروح احط فلوسي في البنك تطلع لي منها فايده 5 ولا 6% على كل كده 1000 جنيه. هقول لك الكلام ده ما بقاش ينفع دلوقتي، وبالذات في الوقت اللي احنا فيه ده، واساسا ما اعتقدش انه كان ينفع زمان. لان بكل بساطه يا سيدي، انت دلوقتي هنقول مثلا انك معاك 10000 جنيه. ال 10000 جنيه دي قيمتها دلوقتي زي قيمتها زمان، او زي قيمتها من 10 سنين، او زي قيمتها هنقول لك مثلا من 5 سنين؟ طبيعي لا. ال 10000 جنيه كانوا يجيبوا لك حاجه محترمه زمان، بس دلوقتي هيجيبوا لك حاجه غير كده. انت عندك قيمه الفلوس بتقل. ما ينفعش انك تروح تحطها لي في البيت، ما ينفعش انك تروح تحطها لي في البنك وهي ما بتطلع لكش زياده اساسا. يطلع لك ايه 1000 على كل 1000 جنيه 5 ولا 6%؟ الكلام ده مبقاش ياكل عيش دلوقتي. فانت دلوقتي لازم تشوف لك طريقه تكون تحافظ لك في نفس الوقت على قيمه فلوسك، وفي نفس الوقت هي بتزيد. هتقولي طب ايه الطرق دي؟ هقول لك تعالى كده ايه ناخدهم حاجه حاجه. هنقول دلوقتي يا سيدي انك مثلا اشتغلت فتره محترمه جدا، عملت مبلغ محترم قوي، ينفع انك تروح تشتري بيه شقه. مع ان الكلام ده يمكن يبان للناس اللي سنها مثلا ايه في اواخر العشرينات او اوائل الثلاثينات، قليل اساسا من السن ده اللي بيتفرجوا على الفيديو ده، بس احنا ايه ناخدها بالطريقه دي. هتروح مثلا هتشتري لك شقه، انت مأمن فلوسك بالشقه دي، انت حاطط او مستثمر فلوسك في الشقه دي. طيب تمام، الشقه سعرها بيغلى على عيني وعلى راسي، بس هل ينفع انك تفضل مخلي الشقه قافله وانت اساسا ما بتستفادش منها؟ طبيعي لا. طيب ايه اللي يحصل؟ انت هتروح يا سيدي هتفرش لك الشقه دي بعفش، نقول كده حاجه اقتصاديه كويسه، مش غاليه قوي ولا قليله قوي، فاهمني انت، وتبدا تاجر الشقه دي. اقل ايجار دلوقتي كام؟ 2000 ولا 2000 جنيه ولا 2500 جنيه؟ انت الكسبان يا باشا. انت داخل لك دخل تاني، قيمه فلوسك بتزيد، وانت قاعد برنس ما بتعملش اي حاجه. فدي اول حاجه، معاك مبلغ محترم ينفع انك تروح تشتري بيه شقه. حتى لو شقه تحط المبلغ ده مقدم فيها وتقسط، تمام مفيش مشكله، لانك حتى انت لو قسطت انت عندك اساسا ايجار شهري بيجيلك من الشقه دي، فانت هتاخد الايجار ده هتحط ده مكان ده، واحده واحده هتكون خلصت اساسا الفلوس بتاعت الشقه دي. ينفع انك تروح تجيب لك شقه تانية وهكذا. هتلاقي الدنيا ايه بدات تجري وراك. الكلام ده ما بيجيش في خلال سنه ولا سنتين، بس الدنيا ايه هتبدا انها تعلى معاك وتظبط لك وتعيشك في عيشه محترمه وفي مستوى اجتماعي محترم. بس لا يا عم الحاج، انا فلوسي ما تجيبش اللي انا اجيب شقه ولا حتى تجيب لي عجله. طب ما بسيطه يا عم الحاج، المبلغ ده معاك قد ايه؟ 10000 جنيه، 15000، 20000 جنيه؟ بسيطة أوي. تروح لك كده عند السايغ تجيب لك سبيكتين ولا تجيب لك جنيه دهب، فاهمني انت، تشيله عندك في البيت. احنا مقتنعين ان الدهب بيزيد كل يوم. كل يوم ايه؟ الدهب بيزيد اساسا كل ساعة. متهيألي انت لو متابع او حتى بيظهر لك الاعلان صدفة، انت هتشوف اسعار الدهب كانت عاملة ازاي الست شهور اللي فاتت وازاي عاملة ازاي دلوقتي. انت لو رحت اشتريت لك سبيكة، انت عندك سبايك دلوقتي وعندك شركات بتبيع سبايك من اول 1 جرام لغاية ما انت عايز. انت كان عندك في اواخر السنه اللي فاتت الدهب كان في حدود كام؟ كان في اوائل الالفينات، ووصل جه عليه فتره وصل كده ل 3000 جنيه. انت هنقول مثلا لو كنت اشتريت لك سبيكه 5 جرام، اضرب بقى انت فاهمني انت ايه، 2000 جنيه في 5 بقوا 3، يبقى 3 في 5 بكام؟ 15000 جنيه الموضوع، فاهمني انت ايه. اقعد انت احسبها عشان انا ايه فاشل في حوار الرياضه ده. في كلا الحالتين انت هتكون محافظ على قيمه فلوسك وفي نفس الوقت فلوسك بتزيد، فانت الكسبان. هنقول مثلا انك كل 6 شهور عملت لك مبلغ محترم رحت اشتريت لك سبيكه. هل دي مش قيمه؟ هل ده مش استثمار؟ هل ده مش فلوسك تحت ايدك وتحت عينك لو انت اساسا مالكش في حوار، لو انت من النوع اللي بيخاف قوي على الفلوس وعايزها تفضل تحت عينه طول الوقت وبيبقى مبسوط بيها؟ فانت قدامك اهو طريقه انك تحافظ على قيمه فلوسك في نفس الوقت قدامك، لا وبتزيد. حط في دماغك ان كل طريقه احنا هنتكلم عليها دلوقتي فلوسك بتزيد فيها. دلوقتي انا فلوسي ولا تجيب لي شقه ولا تجيب لي سبيكه ولا حتى تجيب لي باكو شيبسي. يا دنيا، وراكيش غيري ولا ايه؟ هقول لك في طريقه تانية. الطريقه دي يمكن هتاخد وقت منك شويه او حبتين تلاتة، بس انت الكسبان في الاخر. وخلينا مقتنعين ان مفيش حاجه بتيجي بسرعه، الصبر حلو. طيب ايه الطريقه التالتة دي؟ بص يا سيدي، عندك دلوقتي ابلكيشن ساندر. ساندر ده ايه دنيته؟ ساندر ده بتاع البورصه المصريه. ينفع انك تستثمر او انك تتداول في الاسواق وفي الشركات المصريه، انك تشتري فيها اسهم. الاسهم دي تبقى تحت ايدك، انت كده محافظ على فلوسك، او بالظبط لا،
بلاش نقول حته محافظ على فلوسك، انت كده شبه شريك في الشركه دي، اذا كان بسهم 2000 فاهمني. انت كده شريك في الشركه دي. الشركه دي يا سيدي بتوزع مثلا كوبونات كل 6 شهور او كل او ربع سنويه او نص سنويه او سنويه. الكوبونات دي بيبقى على كل سهم، انت معاك 5 اسهم، الشركة دي هنقول مثلا وزعت على السهم الواحد 10 جنيه، يبقى انت جالك 50 جنيه. بس طبعا انت مش هيبقى عندك 5 اسهم بس، انت عندك الاسهم بتبدأ اساسا من رخص التراب، الشركات دي بتزيد والاسهم بتاعتها سعرها بيزيد، فانت دي حاجة كويسة. وغير كده انت عندك حاجة اسمها صناديق استثمار. صناديق الاستثمار دي ايه دنيتها؟ انت يا باشا معاك مبلغ بتروح تحطه في الصندوق ده، الصندوق ده بيطلع لك فايدة هنقول انها اعلى من فايدة البنك حبتين 3 كده. هي مش كتير قوي بس محترم، حاجة كويسة. انت بقى لو معاك مبلغ كويس تروح تحطه فيها او مبلغ بسيط ينفع انك تزوده كل شهر كده على عيني وعلى راسي. ان شاء الله لو 100 جنيه كل شهر، ان شاء الله لو 200 جنيه كل شهر، هتلاقي نفسك في الاوائل يعني بعد كام سنه محترمه كده انك عملت لك مبلغ. بس ده طبعا للناس اللي بتخاف قوي، فاهمني انت، او ناس عملت مبلغ محترم قوي بس مش عارفه هي تحطها فين، تروح تحطها في صندوق الاستثمار ده. اما بقى اللي زي حالتي وزي حالتك، فاحنا عايزين ايه؟ احنا لسه في بدايه حياتنا، عايزين نعمل لنا مبلغ محترم قبل سن معين، فاحنا لازم اللي احنا نشوف الطرق اللي بتزيد بسرعه وفي نفس الوقت تحافظ لنا على قيمته، اللي هي زي ايه؟ زي ما قلت لك، تحافظ تتعلم التداول او تتعلم ازاي او تتعلم. طيب ايه هي؟ انك تتعلم التداول او تتابع الاسهم، تشوف ايه السهم اللي هيزيد، ايه السهم اللي هيوزع كوبونات. الموضوع ده تروح تشتري لك سبيكه ولا تشتري لك جنيه ذهب، زي ما قلت لك سعرها بيزيد، ممكن النهارده يبقى بسعر، السنه الجايه يبقى بسعر اعلى من السعر بتاع دلوقتي، او حتى بكره ممكن تلاقيه ضعف السعر بتاع النهارده، انت مش ضامن بكره، فحط دي دايما في عقلك. او انت برضو زي ما قلت عملت لك مبلغ محترم قوي، تروح تشتري لك بيه شقه هيجي لك منه دخل، حتى لو مقدم في شقه، حتى انك تروح تحطهم مقدم في شقه والايجار اللي هيجي لك من الشقه ده تسدد بيه. فكل الحالات اللي انا اتكلمت فيها دي انت الكسبان، كل اللي عليك بس يا باشا انك تاخد الخطوه في الموضوع ده. ده احنا لو رحنا لأقرب مثال هقول لك روح اسأل الست الوالدة كانت جايبة شبكتها بكام، وشوف دلوقتي الشبكة اللي هي كانت جايباها دي تعمل. ده حوار لوحده. ده بقى لو احنا هنتكلم على حتة الذهب، شوف الشقة اللي ابوك كان مشتريها بكام وشوف دلوقتي سعر الشقة بتاعتكم بكام، هتعرف ان ده استثمار، مش يعني قليل المدة او مش مدة قليلة، هو طويل يعني فترة طويلة، بس انت الكسبان في كلا الحالتين. فكر لقدام، ما تفكرش لدلوقتي، فكر انت قدام هتبقى ايه، فكر انت هتحسن من نفسك من النهارده او من امبارح قد ايه. فانت تاخد بالنصيحه ما تاخدش بيها، كده ولا كده انت هتلاقي الفيديو ده عندك. فكر، حط دور الموضوع كده في دماغك وانت قاعد بتشرب كوبايه الشاي بتاعتك ولا بتشرب فنجان الاسكيتو بتاعك. والقهوه انا بصراحه مقتنع ان القهوه ما بيتحطلهاش سكر. انا ما كنتش مقتنع بالموضوع ده، بس لما جربتها لا، انا هاخدها بمرارتها احسن بكتير من اني اسكرها. وبص يعني بقيت اقرف منها دلوقتي اساسا بالسكر. فكر في الكلام اللي انا قلت لك عليه، دور كده الكلام في دماغك، اقعد كده اشرب لك فنجان القهوه بتاعك ولا كوبايه الشاي بتاعتك ودورها كده وشوف ايه رايك في الكلام اللي انا بقوله ده. بس طبعا وانت بتفكر ما تنساش لايك الفيديو، تشترك في القناه، لان انا محتاج الدعم الفتره دي قوي، ومحتاج كده اعدي ال100 سبسكرايب ده، يا رب يا رب نوصل للمليون، ايدي على ايديكم. وبس ده كل اللي كان عندي اقوله لك النهارده. لو عجبك الفيديو زي ما قلت لك لايك الفيديو، تشترك في القناه، تكتب لي تحت في الكومنتات عايز الحلقه الجايه تكون عن ايه، واستناني في فيديو جديد بموضوع جديد. اشوفك على خير.